الكلام بقى على النقيض للزملكاوية السيس أو المتزملكين أو من سيق وراء كلام الأهلاوية. حضرتك شايف أو ترى أن شيكابالا لا يستحق اللعب أساسيا أو بديلا في المباراة اللي فاتت؟ مع حضرتك ورقة وقلم أهو وجد لي البديل. زيزو مصاب، إبراهيم منضاي بيلعب باك مكان الباك الأساسي بتاعك المصاب والراجل راجع من إصابة. مصطفى شلبي راجع من إصابة وكلنا شفنا لم يقدم أي شيء مميز يستحق البقاء عليه في الملعب. ناصر ماهر لا يحق له المشاركة معك لأنه هو لعب مع فيوتشر قبل كده. مهاب ياسر نزل لم يقدم أي شيء مميز. متيابا الراجل بيلعبه في مكان معين، شايف حاجة معينة لأن الراجل ده أكيد درس الفريق ده وشاف نقاط الضعف والقوة في الفريق ده. وفي الكورة وفي الحياة بصفة عامة هناك شيء اسمه التوفيق وعدم التوفيق. في التوفيق من ربنا عز وجل مقدر لك أن أنت تفوز في المباراة دي، هتفوز بربع فرصة، ممكن بدون فرصة، ممكن اللاعب يجيب بوم في نفسه وأنت تفوز، ولكن الله عز وجل لم يقدر أن تفوز في هذه المباراة. هنعترض احنا على قدر ربنا عز وجل. أنت تزعل لما تشوف أن في لاعب أثر في المباراة. لعيبة أنا شايف أن اللعيبة كانت بتقاتل على أنصاف الفرص. لقطة زي بتاعت محمد عاطف دي كفيلة أن هي ما تخليكش أن أنت تتكلم. محدش بخل عن النادي بحاجة، حتى اللي بره زيزو شفناه وهو بيقول للجمهور زوم. فهل اللعيبة دي مش عايزة تكسب؟ أكيد عايزة تكسب. فأنت ما تقعدش تردد أي كلام. في نقد بناء وفي نقد هدام. اللي بيحصل ده دلوقتي نقد هدام، ده نقد نابع من المنافس لأنه هو شايف إن أنت بترجع للمكان الطبيعي بتاعك، إن أنت ند بند ليه، راس براس. هو ما يعرفش يلعبك في الملعب. كل اللعب بتاعه لعب قذر، لازم أن يلعبك بره الملعب. هات لي مرة كده لعبك جوه الملعب، أنت مستقر وهو مستقر وند ند وراس براس ولعبك في الملعب. لازم الضرب كله من تحت الحزام. كلنا شايفين الإعلام عامل مناحة إزاي. الإعلام عامل مناحة غير طبيعية. لقطة زي لقطة الهدف اللي معرفش لمصلحة مين اتخبت معرفش، وإثارة ومذيعين ما لهمش علاقة بالكورة خالص، لا علاقة لهم بالرياضة. كلنا شايفين بيقول لك ده دستور إن النادي الأهلي يكسب. كلنا شايفين الإعلام الرياضي وغير الرياضي كله إعلام موجه. مفيش حد بيحترم مهنيته. هات لي إعلامي واحد بيحترم المهنية. مفيش مهنية. فما تجيش تتكلم كلام وخلاص. يتكلم كلام قول لا شيكابالا لا يستحق اللعب لأن أنا أرى واحد اتنين تلاتة وإن اللاعب ده يلعب مكانه واللاعب ده لعب في مباراة كذا وكذا وأدى واحد اتنين تلاتة أربعة. إنما تقعد تقول كلام مرسل وخلاص، ده كلام مش منطقي ولا عقلاني. في نهاية المطاف دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.